السلام عليكم متابعين جرمايا. قصتنا اليوم عن غرفة فندق سيسل ولغز وفاة إلي سلام. في البداية كان كل شيء طبيعي، أو على الأقل هذا اللي كانوا يظنوه. إلي سلام بنت كندية عمرها 21 سنة، قررت في يوم إنها تسافر في رحلة عبر ولايات أمريكا تبحث عن تجربة جديدة، ومنها تغيير وهروب من روتين حياتها. كانت تحب تكتب في مدوناتها وتوثق كل لحظة من رحلاتها، لكن آخر رحلة لها كانت مختلفة لأنها كانت الأخيرة. في يوم 26 يناير 2013 وصلت إليسا إلى لوس أنجلوس، واختارت فندق اسمه سيسيل. فندق قديم جدا بسمعة سوداوية وتاريخ كئيب مليان جرائم قتل وانتحارات وقصص غريبة. لكن إليسا ما كانت تعرف تاريخه، أو يمكن كانت تعرف لكنها ما توقعت إنه اللي لقيت صار قبلها للناس احتمال راح يصير لها. الفندق كان رخيص، وهذا السبب اللي خلاها تختاره بالضبط. وغرفتها الخاصة كانت في الطابق الرابع، طابق معروف بين العاملين إنه صوته مو طبيعي أبدا. أصوات خطوات وخبطات وأبواب تتحرك من حالها، لكنهم ما كانوا يتكلمون. ومع الوقت لاحظوا شيء غريب، إليسا يوم كانت تقابل الضيوف تتصرف طبيعي، وفي لحظة ثانية كانت تتصرف كأنها خايفة من شيء ما حد يشوف. وفجأة في يوم 31 يناير اختفت إليسا، اختفت بدون ما تترك أي أثر لها. وبعد بحث طويل الشرطة قررت تطلع فيديو من كاميرا المصعد في الفندق، وكان هذا الفيديو بداية الرعب الحقيقي. الفيديو بدأ بشكل عادي، إليسا تدخل المصعد بهدوء وتضغط على الأزرار، لكن المصعد ما يتحرك، وكأن أحد ماسك الباب، أو كأن المصعد ينتظر شيء. إليسا تطلع برا تتلفت يمين ويسار وكأنها تتأكد إنه ما في أحد يلاحقها. بعدها تدخل مرة ثانية تتخبى في الزاوية، وترجع تطلع وتبدأ تتحرك بحركات غريبة، حركات غير مفهومة، وكأنها تتكلم مع أحد، شخص ما يظهر في الكاميرا. وأصابعها كانت تتحرك بطريقة غريبة وكأنها ترسم رموز في الهواء. ثم فجأة تختفي عن الكاميرا، والمصعد يبدأ يشتغل من نفسه وكأنه كان ينتظر إنها تخرج. هذا الفيديو صار من أشهر مقاطع الألغاز في العالم، لأنه كل اللي شاهدوه حسوا أن إليسا كانت تهرب من شيء، لكن شيء مو بشري. بعد أسبوعين من اختفائها بدأ الضيوف في الفندق يشكون من شيء غريب. الموية كانت ضعيفة ولونها غريب وريحتها كريهة. واحد من النزلاء قال إن الموية كانت سودة شوي، وواحدة قالت إنها كانت تذوق شيء مر في طعمها وكأنها موية فاسدة. وعلى طول الإدارة قررت تفحص خزانات الموية فوق سطح الفندق. الشخص المسؤول عن الصيانة طلع فوق السطح، وكانت الخزانات كبيرة، منها 4 خزانات، كل واحد ارتفاعه 2.5 متر ومقفل بغطا ثقيل. فتح غطا واحد من الخزانات والصدمة كانت أكبر من كل التوقعات. كان في جسم بنت طافية داخل المويه بدون ملابس. الجثة كانت منتفخة لونها باهت، وهذا الجسم كان جسم إلي سلام. السؤال اللي طلع مباشرة، كيف وصلت داخل الخزان؟ الغطا ثقيل والبنت ما تقدر ترفع بسهولة، ولازم ينعاد إغلاقه بعد الدخول، وهذا الشيء مستحيل تسويه من داخل الخزان. غير كذا الوصول لسطح الفندق أصلا مو سهل، السطح مقفل بقفال وفيه إنذارات، وما في طريقة توصل إليسا للسطح إلا لو واحد طلعها معاه. التقرير الطبي قال إنه سبب الوفاة غرق، ما لقوا آثار ضرب، ما لقوا إصابات، ما لقوا شيء يقول إنها تعرضت لجريمة مباشرة. لكن هذا ما جاوب أهم سؤالين، كيف وصلت للسطح؟ وكيف دخلت خزان مغلق؟ الشرطة حاولت تعتبرها حادثة غرق، لكن العالم كله يعرف إن القصة مو منطقية أبدا. بعد انتشار الفيديو الناس بدأوا يفكرون بنظريات، والحقيقة كل نظرية أبشع وأسوأ من الثانية. النظرية الأولى يكون بسبب هروب من شخص يلاحقها. الفيديو يبين إنها خايفة وتتحرك بعشوائية وتطالع برعب للممرات، والأسئلة كلها في إنه هل كان في أحد يلاحقها، وهل هذا الشخص طلعها معاه للسطح. والنظرية الثانية تقول إنه تدخل خارق، وهذا الرعب الحقيقي اللي الناس كانوا خايفين منه. حركات يدينا ووقفتها الغريبة وطريقة دخولها وخروجها من المصعد كلها خلت الكثير يعتقدون إنها كانت تشوف شيء ما بان ولا ظهر أبدا في الكاميرا. والنظرية الثالثة تتكلم عن الغرفة 412 والناس اللي سكنوا فيها قبلها. الغرفة اللي سكنت فيها إليسا قبل وحصل ومات فيها شخص منتحر، وقبلها دخل شخص وقتل فيها زوجته في نفس الغرفة والفندق في الخمسينات. وكان في مجموعة صغيرة سكنت فيه وكانت تمارس فيه طقوس سحرية، وانكشفوا بعد ما شخص فيهم وصل لمرحلة الجنون التام. الغرفة نفسها لها سمعة سيئة بين موظفين الفندق، قالوا إنها ثقيلة وقالوا إنهم يسمعون فيها أشياء لكن ما حد كان يتكلم. والنظرية الرابعة هي لعنة فندق سيسيل. الفندق نفسه شهد عشرات الجرائم والانتحارات، من بينهم سفاحين عاشوا فيه، وكأن المكان نفسه يسحب الأرواح الضعيفة، وسمعة الفندق يعني من أسوأ ما يكون. آخر يوم شوهدت فيه إليسا كانت تتصرف بتوتر غريب،
فكانت تقول للموظفين إنها سمعت أصوات في الممر، وقالت لوحدة من العاملات إنها تشك في شخص راقبها وتحس إنه في أحد في الغرفة، لكن الغرفة كانت فاضية. وفي النهاية طلعت إليسا آخر مرة إما هاربة من شيء أو متجهة لشيء واختفت للأبد. لغز إليسا لام إلى اليوم ما حد قدر يحله. ملف القضية تقفل، لكن الفيديو والجثة والخزان والتصرفات اللي ما لها تفسير تبقى أكبر دليل إنه الشيء اللي صار مو طبيعي، وتبقى التساؤلات اللي ما لها أي جواب. إليسا كانت تهرب من مين؟ وليش المصعد ما اشتغل إلا بعد ما اختفت؟ وكيف وصلت لداخل خزان مقفل على سطح مستحيل أصلا توصل له؟ هذا اللغز مو مجرد حادثة، هذا رعب حقيقي. القضية مفتوحة ما انحلت إلى اليوم، وكل ما ترجع تشوف الفيديو تحس إنه في شيء كان موجود معاها في الممر لكن ما ظهر في الكاميرا. في الأخير لا تنسى اللايك والاشتراك، وهنا نحكي الحقيقة المخفية عن الجن والسحر وكل شيء غامض. دمتم بخير، سلام.